السلام عليكم. تصريح مفاجئ من مدرب الهلال السوداني بعد ما تعادل مع صن داونز 1-1 على ارضه، والتأهل اتأجل لمباراة القاهرة ان شاء الله مع الاهلي. قبل بس ما نعرف هو قال ايه بالظبط عن الاهلي وعن مباراة الاهلي اللي جاية في القاهرة، اتمنى من حضرتك لو لسه مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس وتحط لايك جميل وتشير الفيديو على قد ما تقدر. يلا بينا نشوف قال ايه بالظبط. مدرب الهلال السوداني بعد ما تعادل مع صن داونز على ارضه 1-1 طلع بعد المباراة بتصريح مهم وقال لك انا ما فزتش على صن داونز، لكن هيفوز على الاهلي في القاهره. ده طبعا كلام كبير جدا ومهم جدا، والتصريح ده جه من مدرب الهلال السوداني عقب مباراه الهلال وصن داونز في السودان في عقر دارهم بعد ما انتهت المباراه 1-1، وكانت لهم فرصه ذهبيه في الدقيقه 90 بضربه جزاء وقدر حارس مرمى صن داونز يصدها، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. وانا شايف ان هو تصريح غير موفق بالمره لانه فرط في الفوز او بالتاهل في وسط جمهوره وعلى ارضه. تعالوا نبص على ترتيب المجموعه ونشوف فرص الاهلي بقت عامله ازاي دلوقتي. الاهلي في ايده انه يفوز. صن داونز خلاص ضمن الصعود ب 11 نقطه، الهلال عنده 10 والاهلي عنده 7. الاهلي يفوز 1-0 فقط في القاهره يبقى 10 والهلال 10، الاهلي يصعد بفارق الاهداف. ولكن لو الاهلي فاز 2-1 الهلال اللي يصعد بفرق المواجهات المباشره، بما ان الاهلي خسران على ارض الهلال 1-0، يبقى اذا الاهلي لازم يفوز يا 1-0 يا 2-0 او اكتر. وان شاء الله الاهلي قدها وقدود ويقدر يفوز على الهلال هنا في القاهره اكتر من 1-0 ونصعد باذن الله تعالى. سلام.